سلام البنات، مرحبا بكم معايا في فيديو جديد. كيف ما شفتوا في العنوان، اليوم غادي نقدم مع بعضياتنا كراتان ديال الدنجال وبطاطا. كراتان ديال الخضره مفيد للدراري الصغار، كيجي مشبع الغداء ولا العشاء، مناسب جدا. كيف ما كتشوفوا هنايا غادي ندوزو لطريقه التحضير. عندنا 2 حبات ديال البطاطا متوسطين غاديين حتى الكبار، كنقطعوهم هكا دوائر بسمك اللي يكون متوسط، ما يكونوش غلاضين بزاف وما يكونوش عاوتاني رقاقين بحال الشيبس. كيف ما كتشوفوا راه واضح في الفيديو. من بعد ما قطعنا البطاطا ديالنا كنديروها هكا في شي كاسرونه وكنخويو عليها الماء طايب وشويه ديال الملحه، وكنديروها طلع فيها الغليه بحال كنسلقوها نص سلقه. من بعد ما كطلع فيها الغليه كنسقطروها في شي صفايه وكنخليوها على جنب. هنايا كناخذوا دنجاله كبيره اولا 2 صغار، المهم نتوما راعينكم ميزانكم. كنحيدوا ليها هكا الطرف الاول، تقدروا تقشروها الا بغيتوا، انا كيعجبني الدنجال بالقشره ديالو. وكنقطعوها حتى هي شرائح متوسطه الحجم، ما تكونش غليظه بزاف وما تكونش رقيقه عاوتاني. راه الطريقه في الفيديو جدا واضحه. والقطعه الاخيره حتى هي كنحيدوا لها ديك القشره، ما كنخليوهاش ليها كامله. هكا من بعد ما قطعنا الدنجال ديالنا كناخذوا اللاطه ديال الفران، كنديروا فيها واحد شويه ديال الزيت نباتيه، وكنديروا دوك الشرائح ديال الدنجال ديالنا باش يتشواو لينا في الفران. من بعد ما استفناهم في اللاطه كنديروا عليهم خويط ديال الزيت بحال هكا، كنديروا عليهم شويه ديال الزعتر، كنحكوه بين يدينا بهذه الطريقه، كنزيدوا عليهم رشيشه ديال الملحه ورشيشه ديال البزار باش ما يجيوناش باسلين. كنديروهم في الفران سخون العافيه مهيله باش ما يتحرقوش لينا، وكنخليوهم يتشواو على خاطرهم. هنايا كناخذوا 3 الحبات ديال مطيشه متوسطين وفلفله حمراء باش غادي نقادوا لاصوص ديالنا. كنقطعوهم بشكل عشوائي في شي كاسرونه. فلفله حمراء من الاحسن. كنزيدوا عليهم شويه ديال الملحه، شويه ديال الزعتر، وكاس متوسط ديال الماء طايب. كنديروهم على البوطه وكنقصوا عليهم واحد شويه وكنخليوهم يطيبوا على خاطرهم، كنغطيوهم ونخليوهم يطيبوا على خاطرهم. هنايا غادي نقادوا الكفته ديالنا في مقيله، كنديروا فيها زيت نباتيه، كنديروا فيها حبه ديال البصله صغيره، كنخليوها تشحر واحد شويه بين ما طاحت لينا ديك البصله. الكفته هنايا كتبقى اختياريه، الا ما كانش عندكم ديروا غير البصله بالزيت، الا كانت عندكم ديروها، بغيتوا ديروا بالزيت ديروا، بغيتوا ديروا غير شويه ديروا. الكميه ديال الكفته كتبقى لكم اختياريه. من بعد ما تشوى لينا الدنجال ديالنا راه كيجي هكا كيف ما كتشوفوا في اللاطه ديالنا. من بعد ما حيدنا الدنجال كنديروا ديك البطاطا اللي سلقناها نص سلقه، كنستفوها حتى هي، وكنديروا عليها خويط ديال الزيت النباتيه، كنديروا لها ديك نص سلقه باش كتجي لينا طيبه. حتى هي حكه ديال الزعتر تقريبا معلقه صغيره ورشيشه ديال الملح. الا درتوا الملحه في الاول في السليق بلا ما تعاودوا ديروها. هنا الكفته ديالنا من بعد ما فرتتناها مع ديك البصله كنضيفوا التوابل. عندنا الملحه، خرقوم، بزار، تحميره، الكمون. المهم غدا نخلي لكم المقادير في اول تعليق، و2 معالق ديال القزبر والمعدنوس. غدا نخلي لكم المقادير في التعاليق في اول تعليق. هنا من بعد ما درنا البطاطا ديالنا في الفران راه كنكونوا ديجا مشعلين عليها الفوق والتحت. انا هنايا طفى ليا الفوق فقلبتها. الا كنتو نتوما مشعلين الفوق والتحت بلا ما تحتاجوا تقلبوها. كيف ما كتشوفوا راه كتجي طايبه. الا درتوها ديريكت راه ما كطيبش لكم مزيان، كتبقى قاصحه من الوسط. هنايا غادا نرجعها للفران باش تكمل الطياب ديالها.
وغادا ناخذ المطيشه والفلفل ديالي من بعد ما طابوا كيف ما شفتوا، كنعطيوهم الوقت كيف ما شفتوا راهم تعسلوا، كنديروهم في مولينيكس ولا هاشوار وكنطحنوهم. راه شفتوا المطيشه راه ما قشرتها ما حتى شي حاجه، حيت اش كطيب مزيان راه كتطحن كتجي مزيانه. غير عطيوها وقتها في الطياب، ما تزربوش عليها. هنايا من بعد ما طحنتها كيف ما كتشوفوا، غادا نضيفها على ديك الكفته والبصله اللي مازال عندي فوق البوطه. غادا نضيف هنايا طوماط سوليس، صوص طوماط ديال سوليس. تقدروا ديروا معجون الطماطم العادي، هنا سوليس كتجي حسن، ما كتعطيش ديك الحموضه بزاف. راك شفتوا الكميه اللي ضفت. غادا نخلط داكشي مزيان وغادا نرجعو فوق العافيه باش يعاودوا يتعرفوا على بعضياتهم مزيان دوك العناصر. هنايا عندي الفرماج محكوك، عندي الدنجال ديالي اللي شويت، والبطاطس حتى هي اللي دوزتها في الفران. هنايا لاصوص ديالي راه طابت مزيان كيف ما كتشوفوا، نساجموا العناصر مزيان وطرقوا في بعضياتهم. هنايا غادا نبدا كنصايب الكاطان ديالي في المول. هاد الكميه راه تقريبا كافيه حتى ل3 الاشخاص. وصفه جدا مشبعه وزوينه بزاف بالخضر. بالنسبه لوليداتها ما كياكلوش الخضره مزيان فراه ما كيجيوش باينين، بالعكس كتجي بنينه بزاف كيف ما شفتوا هنايا في الفيديو. درنا لاصوص هي الاولى، درنا فوق منها شرائح ديال الدنجال، عاودنا درنا لاصوص. غادي نديروا طبقه ديال البطاطا، غادا نعاود ندير فوق منها طبقه ديال لاصوص باش ما كيوجيوناش دوك الخضر ناشفين اولا ما شاربينش لاصوص. فداكشي علاش كنديروا ديما لاصوص عاد باش كنديروا طبقه ثانيه. هنا كنديروا الفرماج، تقدروا ديروا بحال هكا ما بين الطبقات، كما تقدروا تخليو تديروه غير في الوجه بلا ما ديروه الوسط، ولكن كيجي بنين وكيشد لينا الكغطان مزيان. هنايا درنا عاوتاني الدنجال، الطريقه جدا واضحه في الفيديو. وهنا كطبقه اخيره كنديروا الفرماج ديالنا، كنديروا اخر طبقه ديال الصوص اللي صايبنا. الا بغيتوها تجيكم مفيده اكثر وفيها فيتامينات اكثر وصحيه اكثر، ممكن تعتمدوا على زيت الزيتون في جميع المراحل دو ا زد، من الاول حتى الاخر ديروا زيت زيتون، ما تستعملوش زيت نباتيه. فمن غيرها راه صحيه، كتجي بنينه مشبعه العشاء ولا الغداء، كتجي زوينه بزاف على ضمانتي. الا تبعتوا الطريقه من الاول حتى الاخر فراه غادا تجيكم نتيجه زوينه بزاف. كيف ما قلنا الكفته كتبقى اختياريه، ديروا الكميه اللي بغيتو نتوما اولا الا ما كانتش ما ديروش. هنايا كيف ما شفتوا من بعد ما كملت غادا نديرها في فران سخون على عافيه مهيله من التحت والفوق غير باش يذوب لينا داك الفرماج. كيف ما شفتوا هنايا النتيجه النهائيه ديالي. غادا نقطع الكغطان ديالي معكم. كيجي بنين بنين بزاف. كنتمنى الفيديو ديال اليوم يكون نال الاعجاب ديالكم. الا بقى عندكم شي تساؤل خليوه لي في لي كومونتير. الا عجباتكم الوصفه ديال اليوم ما تنساوش ديروا جيم الفيديو
وديروا ابوني لاشين باش يوصلكم فيديو جديد ان شاء الله. نتلاقاو في فيديو جديد مع وصفة جديدة. تبقاو على خير. باي باي.